بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية من شبكة سلام الإعلامية، راجيا لكم أن تكونوا في أمن وسلام وصحة وعافية، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين بحمد الله وقوته وبركاته. هذه هي الحلقة الخامسة من برنامج مع اللغة العربية. في هذه الحلقة سأقدم رسالة مباشرة إلى الجمهور المستهدف من هذا البرنامج، ويسرني كذلك مشاهدي الكرام أن أشيد بكل الرسائل الخاصة والعامة التي تأتيني من المشاهدين ويشيدون بالبرنامج، ومن أجل ذلك ارتأيت أن أتحدث إلى المشاهدين الكرام والجمهور المستهدف من هذا البرنامج لمزيد من إجادة المادة ورفع مستوى سقفها، كذلك من برنامج لا يستهدف فئة معينة من المشاهد الكريم، ولكنه يستهدف شريحة كبيرة من شرائح المجتمع الإريتري وغير الإريتري كذلك، ولكننا نركزها على اللغة العربية ودورها في إريتريا. وأنوه سادتي أننا في الحلقة الأولى من هذا البرنامج تحدثنا عن الخطوط العامة لهذا البرنامج، أهدافه ورسالته وفيما سيركز في حلقاته المختلفة. وفي الحلقة الثانية لعلكم تذكرون مشاهدينا الكرام أننا تناولنا الجذور التاريخية للغة العربية في بلاد الحبشة ومنها إريتريا. وفي الحلقة الثالثة تحدثنا عن الفترة الذهبية للغة العربية في إريتريا. وفي الحلقة الأخيرة اللي هي الحلقة الرابعة تطرقنا إلى أسباب ازدهار اللغة العربية في إريتريا. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنتحدث عن العلاقة المشتركة بين البرنامج وجمهوره المستهدف، أو ما هي العلاقة التي ينبغي أن تكون بين جمهور أي مشاهد وأي جمهور مستهدف من رسالة إعلامية، ذلك حتى ما تحقق الرسالة الإعلامية الأهداف العامة والخاصة من فكرة البرنامج، وكذلك ما يهدف إليه البرنامج في خطوطه العامة وفي توجهاته ورسالته. وطبعا نحن عندما نقول ذلك نضع في الاعتبار أن الخلفية أو الأرضية التي يقف عليها الإعلام الإريتري تحديدا، وربطا بالظروف السياسية والظروف الاقتصادية وحتى الثقافية التي مرت بها إريتريا، مع الأسف الشديد لم تمكن إريتريا أن تخلق مدرسة خاصة، أو خلونا نقول مدارس في كل الاتجاهات. الآن لو سألنا مثلا، ليست لدينا في إريتريا مدرسة دبلوماسية في العمل الدبلوماسي، وليست لدينا، عندما أقول مدرسة، تجربة، تجربة هي تعتبر مدرسة وننطلق منها. ليس لدينا بالمستوى المطلوب في التجربة التعليمية، وإن كان شوية تعليم. أنا دائما أتحفظ ما أقول ما عندناش مدرسة تعليمية في إريتريا، لأنه على الرغم من كل الاستعمارات التي مرت بها إريتريا، ولكن هنالك أو هناك سنوات بعينها وبرضو جهات معينة استطاعت أن تخلق لنا مدرسة تعليمية أكاديمية، بمعنى لدينا مربين كبار ولدينا تجارب في العمل التعليمي حتى لو كان في العهد الاستعماري. وخير مثال على ذلك برضو أو تبرز فترة جهاز التعليم الإريتري،
ونحن إن شاء الله سنتحدث عن هذا الجهاز ودوره في ما يتعلق كيف رسخ لمسألة اللغة العربية في إريتريا، لأنه بينسجم مع الأهداف التي نعمل بها ومن أجلها في هذا البرنامج. لكن في المجالات الثانية إذا ما رأينا ليست لدينا مدارس حتى في العمل السياسي أن نقول هذه هي المدرسة السياسية الإريترية. أنا لا أتجاسر وأقول هناك مدرسة إريترية. نفس الشيء في العمل الإعلامي وفي القانوني وما إلى ذلك في كل الاتجاهات. ومن هنا تتعاظم مسؤولية أي مهام وأي عمل أنت تتوجه به إلى الجمهور، ومنه هذا الإعلام. والإعلام كان قدره أنه هو عمل مفتوح، عمل مفتوح ومكشوف، تتحدث إلى الجمهور والجمهور يستمع ويتلقى الرسالة أو يشاهد أو يقرأ، ثم يأتيك برجع الصدى أو الفيدباك كما يقال، وأنت تبني على تلك المسائل وتلك الآراء بالإضافة إلى الخطط والاستبيانات والاستقصاءات العلمية المحددة والمدروسة المرتكزة على أسس ونظريات الإعلام، ثم تبني عليها التغييرات والتطورات التي ينبغي أن تكون في العملية الإعلامية. إذن عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، نحن نعمل في الحقل الإعلامي في غياب تجربة أو مدرسة إعلامية إريترية نبني عليها تجاربنا. طيب سؤال يطرح نفسه، طيب ما هذا الإعلام الذي تعملوا فيه أنتم ومنذ سنوات، وهنالك إعلام الثورة وهنالك إعلام ما بعد 91 والإعلام المعارض وكل ما هذا الإسفير الذي يعج به. نعم، في هكذا السؤال هو سؤال منطقي طبعا. نعم، هناك كمية من المراصد والنوافذ الإعلامية التي تبث برامج أو أخبار أو معلومات، ولكن أنا ما أعنيه يعني مع كل ذلك لم نستطع حتى اليوم أن نؤسس لمدرسة إعلامية إريترية، والمسألة لها أسباب. يعني ربما العامل السياسي وفترة الثورة تحديداً خلقت شكل من أشكال التوهان، وكل الناس بقوا يركزوا كيف نقضي على الاستعمار، وبالتالي يعني انحرف الإعلام من مساره في بداياته. حتى في الفترة التي كان فيها إريتريا تابعة جزء لإثيوبيا، والقنوات الإذاعية اللي كانت في أسمرة كفرع من إثيوبيا وما إلى ذلك، جاءت فترة الثورة بكل إشكالاتها وبكل تحدياتها وتعرجاتها ودفعها وترديها. أيضا تلك الفترة كانت خصما على ما يمكن نسميه بالتجربة الإعلامية. ثم جاءت 91 وما بعدها حتى اليوم الإعلام الداخل، وكان ذلك الطامة الكبرى في العمل الإعلامي. وللأسف الشديد كثير من المنافذ والمراصد الخارجية برضو هي تقلد ذلك الإعلام الداخلي. وعشان كده أنا دائما أسمي إعلام الداخل والإعلام الخارج. وإعلام الخارج لأنه أن نسمي إعلام رسمي وإعلام معارض يعني لا تتوفر كثير من الوسائل الأسس العلمية في علم الإعلام، ولذلك إعلام في الداخل وإعلام في الخارج. طيب وسط هذا التنافر أو التباعد من العملية الإعلامية، نطل عليكم نحن في شبكة سلام الإعلامية وفي غيرها من النوافذ والمراصد. لكن دائما يعني هل الجمهور يتفاعل بالشكل المطلوب مع الرسائل العلمية والرسائل الإعلامية التي تبث إذاعة تلفزيون وحتى مواقع إلكترونية؟ الإجابة على هذا السؤال ربما يعني نقدر نلخص إنه في الشكوى المكررة والشكوى دائما والمرارات الموجودة من الجمهور إنه هذا الإعلام لا يعمل وهذا الإعلام لا يغير وما إلى ذلك، هذه دائما تكون موجودة في أحاديث الناس وهم يتحدثون عن الإعلام. إلى جانب إلى حد ما يعني هذه المسألة فيها
قليل من المصداقية أو قليل من الموضوعية والواقعية، ولكن هنالك أسباب أكبر من ذلك. يعني أنا لا أزعم فأقول إنه الإعلام ده ما قاعد يأثر تأثير مباشر وكامل في المشاهد والقضية الإريترية بشكل عام، ولكن التأثير هو تأثير قليل، والسبب قد يعود إلى جملة من الأسباب، ولكن العامل الأساسي الذي أنا أراه هو عدم تفاعل المشاهد والجمهور مع المنافذ أو المرسلين للمادة الإعلامية، سواء كان إذاعة، تلفزيون، صحافة، أيا كان، حتى المواقع الإلكترونية. وقد تكون المسألة برضو تعود إلى أسباب قد تكون موضوعية، وأسباب كمان لها أبعاد تاريخية. لماذا لا وخاصة عزيز المشاهد، خلونا نقول بشكل صريح أن المتابعين للرسالة الإعلامية باللغة العربية من هذه المراصد أن التفاعل ليس بذلك المستوى المطلوب من الجمهور. وعندما نتحدث بشكل أكثر صراحة أن هناك مراصد تبث باللغة التجرينية في الواقع الإريتري، سواء كان عبر هذه الشبكة الموقرة، شبكة السلامة الإعلامية، أو غيرها من المواقع، وإذا ما وهناك باللغة العربية، وهذه حلقة أو نافذة منها. وأيضا هنالك بلغات ثانية، التجريت، وحتى بالساهو والعفر، وكثير حتى بلغة البلين وحدارب وكذا. المهم يعني في لغات كثيرة. إذا ما قارنا تفاعل المشاهد والمستمع والقارئ مع ما ينشر باللغة التجرينية مقارنة بما ينشر باللغة، خلونا نتحدث بس عن التجرينية والعربية، مع ما ينشر ويبث أيا كان مستواه باللغة العربية، فإن نسبة التفاعل يعني مش تكاد تكون، هي لو معدومة ما مشكلة، لكن نسبة مخجلة جدا جدا. ولذلك أنا تعمدت أن أتحدث في هذه الحلقة، وهي الحلقة الخامسة من برنامج مع اللغة العربية. نحن إذا ما أردنا أن نخلق لهذا البرنامج استمرارية، وفي نفس الوقت برضو يعني نطور من مستوى الطرح الذي سيكون في هذا البرنامج، نحن مهما بذلنا من وسائل وإمكانيات وخبرات، واستضفنا هذا وذاك وما إلى ذلك، لكن إذا لم تكن المشاركة المباشرة من المشاهد بالرأي، بالدعم المادي والمعنوي، نفس الشيء أيضا بالفكرة والانتقاد الصريح لكل ما يمكن تقديمه، المسألة ستظل كغيرها من البرامج التي تظهر وثم تختفي. ولذلك أنا تعمدت أن أتحدث عن هذه المسألة، لأنه عزيز المشاهد دائما الرسالة الإعلامية هي رسالة تكاملية بين المرسل والمتلقي، واليوم المتلقي هو أصبح شكل من أشكال المرسل، والمتلقي للمادة الإعلامية اليوم زي كما قلت ربما لديه فكرة قد تكون أعمق من المرسل، وبالتالي انقلبت المسائل، والمرسل أصبح متلقي. إذا لم يتلقى الرسائل وردود الأفعال من المتلقي الذي أصبح مرسل وهو يصبح متلقي، لا تكون هناك يعني عملية تكاملية، وبالتالي كل يشكو ليلاه. المرسل يشكو من عدم تفاعل المتلقي، والمتلقي برضو في ذات الوقت يشكو من أن المرسل لا يتحدث ولا يتناول هذه وتلك وما إلى ذلك، وما يدور في خلف الكواليس وفي المقاهي والمجالس العامة وحتى في أماكن العزاء وغير ذلك كثير من الأشياء. وسبحان الله أحيانا أنا يعني في أحاديث العامة مع الناس يعني، وحتى في الونسات مع سواء كان على مستوى الفرد يعني أو يكونوا نفرين ثلاثة، يعني مرات يدور حديث كلام عميق وكلام علمي وكلام يعني له بعد، يعني رسالة إعلامية بتحتوي على معلومات وعلى كثير من الحقائق والمسائل التي كان يمكن أن تنتشل واقعنا اللغوي والثقافي والسياسي لو نشرت على الوسائل
كان يمكن أن تنتشل كثير. هذا المتحدث أو تلك المتحدثة أو هؤلاء المتحدثين مجرد ما تقول لهم يا أخي هذا ما شغل يعني كان ينبغي أن نوثقه و و و ونتحدث عنه، طيب ما نثير هذه المسائل في حلقة من برنامج، على طول يعني كأن هؤلاء لم يتحدثوا عن هذه المسائل. أنا ما أعرف المسألة دي والله، ما يعني على الرغم إنه سنين عددة يعني اشتغلنا في هذا العمل الإعلامي، لكن ما قادر أشوف لها ما هي الأشياء المنطقية والمبررات. هي فيها كمية، كم عدد هائل من الأسباب والمسببات، لكن تظل المسألة أنا لا أود أن أتحدث عنها في هذه حتى لا نخرج من موضوعنا الأساسي. لكن أول ما تطرح الفكرة كما قلت أكرر الفكرة، طوال التحفظات تظهر والتراجعات والانسحابات إلى درجة أنه يعني وإذا ما ألحيت على واحد معين حتى يعني لا يتجرأ ما يتناقش معك بعد كده في قضايا. وبالتالي أنا أشوف هذه ناحية غير إيجابية، بمعنى نحن نشكو كمتلقين وكمرسلين، وفي نفس الوقت في نوافذ وفي مراصد هي بمجهودات ذاتية، مجهودات جماعية، عمل طوعي هنا وهناك وما إلى ذلك، تظهر ولكن لا تجد من يدعمها، بخلاف الإخوة أصحاب المراصد والمتحدثين والجمهور في لغة التجرينية. حقيقة أنا خلوني أقول بشكل صريح أن المتحدثين والجمهور المستهدف باللغة التجرينية أكثر تفاعل وأكثر إيجابية وأكثر واقعية وواقعيين، ويتحدثوا حتى لو كان ذلك النقد، حتى إلى درجة أنه لا يتورعوا برضو ولا حتى الشيء المقتنعين به يطرحوه أمام الناس، والمشهد والمسرح ظاهر للكل. لماذا التحفظ دائما موجود في الناطقين باللغة العربية؟ عشان كده نحن هذا البرنامج واحد من أهدافه أن نكسر هذه الحواجز ونتحدث. ليس بالضرورة أن نتحدث بلغة فصيحة قواعد وما إلى ذلك، ولكن تعالوا أيها المشاهدون أيها المشاهدات، تحدثوا إلى هذا البرنامج، انتقدوه، قدموا أفكاركم بأي أسلوب كان وبأي شكل كان، كلنا في الهم واحد، يعني هم هذه اللغة وما تهدف إليه. ومن هنا يعني أنا أصريت وعزمت أن أتحدث عن هذه المسألة حتى لا تكون يعني، لأنه أنا أنظر إلى هذا البرنامج نظرة مختلفة ولا عندي له رعاية مختلفة يعني حقيقة، يعني للأهداف التي يعني أؤمن بها كغيري برضو من كثير من الناس، ولكن هي المسؤولية مشتركة يعني. وخلونا نقول كمان بشكل صريح إنه دائما يعني النوافذ العربية هي نوافذ يعني ملحقات يعني. وأنا في واحدة من البرامج في واحدة من الوسائل التي يطل عليها من خلالها على الناس تحدثت، يعني هذه بحد ذاتها هي يعني ليست يعني محمدة يعني في العمل الإعلامي. الناطق بالعربي هو دائما تابع، يعني تبدأ التجرينية ثم يتبع العربي، إلا في ما ندر يعني زي شبكة السلام، ربما الإطلالة كانت يعني باللغة العربية والتجرينية، وقليل من تلك المراصد هي تبدأ بداية واحدة، لكن معظمه هو تابع. طبعا اللغة العربية هي ملحقة، والملحق دائما أول ما تنتفي أدوات الثبات والاستمرارية والديمومة وما إلى ذلك، الملحق ده يتوقف والأصل يستمر يعني، وهكذا. وحتى لما تسوء العلاقات الدبلوماسية، أنا قلت إلى أي مدى كلامي صاح الإخوة الدبلوماسيين، لكن دائما العلاقات بين الدول بتقوم على علاقات دبلوماسية ومصالح مشتركة، ويكون هنالك سفير وقنصلية وبتاع، وهناك ملاحق من المسؤولين، ملحق إعلامي، ملحق عسكري، ملحق ثقافي وما إلى ذلك. عندما يكون في برود في العلاقات بين الدولتين، فبداية الملاحق يتم تجميدها ثم كده وهكذا. ولذلك هذه مشكلة المراصد العربية. أنا أتمنى ألا تلاحقنا هذه تلك الأزمة أو الحالة في شبكة السلام الإعلامية، لأن هي بدأت بداية مشتركة، لكن في غالب المراصد أنه اللسان العربي هو ملحق وتابع دائما،
وحتى في تبعيته وحكاية أنه ملحق، يعني الناس برضو ما تقدر هذه المسألة وتتفاعل مع المرصد بالشكل المطلوب. بالتالي العملية تظل تكاملية بين المرسل والمتلقي. الجمهور لا بد أن يكون أكثر من مستقبل. لماذا؟ لأنه هذه هي أدوات العصر الحديث، لأنه هناك اليوم يعني الجمهور الفعال، الجمهور الذي يعني، وكثير حقيقة يعني كثير من الناس وحتى الإعلاميين الناجحين في العمل الإعلامي هم يستقوا دائما أفكارهم وآرائهم من الجمهور. إذا الصحفي على الرغم من كل الإمكانات اللي عنده، إذا كان سعيد الحظ أنه جمهور الذي يأتيه بالأفكار وما إلى ذلك يخرج معه ويشارك، سواء كان بالنقد أو حتى لو كان نقد غير بناء، يعني أيا كان، ولكن دائما الجمهور له دور كبير. والجمهور الفعال، يعني التفاعلية حتى في العمل الإعلامي اليوم بقت واحدة من أسباب نجاح أي عمل إعلامي، يعني أن يكون تفاعل الجمهور، لا بد أن يتفاعل مع الرسالة. حتى ظهر لنا المواطن الصحفي، سواء كان ذلك الذي يشارك في بث معلومة أو تعليق على الأخبار. والإعلام الرقمي طبعا يعني فتح الآفاق وكسر كثير من قواعد العمل الإعلامي اللي كان موجود. صحيح وخلق شكل من أشكال الفوضى الإعلامية إلى حد ما، ولكن برضو فتح نوافذ وفتح منافذ وفتح آفاق جيدة للعمل الإعلامي. بس القضية تكمن أنه كيف يوظف المرسل هذا الشكل من أشكال التفاعل. وبالتالي إذا أردنا أن يلعب الإعلام الدور الكبير في تشكيل الوعي العام، لا بد أن واحد من تشكيل الوعي العام التي نكرس عليها هذا البرنامج هي هذه اللغة التي نتحدث بها. وحتى برنامج مع اللغة العربية هو يهدف إلى تناول كثير من أشيائنا وفي في مقدمتها اللغة العربية، لأن اللغة العربية أنا في تقديري بالنسبة للمجتمع الإريتري هي واحدة من أدوات تشكيل الوعي العام. وعندما نقول تشكيل الوعي العام بالنسبة من خلال اللغة العربية، يعني نحن يمكن في البرامج في الحلقات القادمة سنتحدث عن خصوصية اللغة العربية في إريتريا. يعني اللغة العربية في إريتريا ليست كاللغة العربية في السودان، في مصر، في كثير من الدول، حتى دول المنطقة، يعني وإن كانت عربية أو غير عربية، أفريقية وما إلى ذلك. لكن خصوصية اللغة العربية في إريتريا أنها تشكل وعاء وتشكل عوامل جمع، أو تشكل هي رمانة الميزان الوطني في إريتريا. بمعنى حتى يعني لو قلنا حتى لدى المسلمين اللغة العربية في إريتريا هي اللغة التي تجمع كثير من القوميات، كثير من القبائل، حتى المسلمة بحد ذاتها. يعني الليلة مثلا، يعني مفهوم لكل مشاهد لكن فقط نحن نذكر، لأن الذكرى تنفع المؤمنين كما تعلمون. يعني الليلة مثلا جيب من 5 قوميات، من 5 قبيلة، يعني لو قعد واحد من قبيلة النار مثلا، واحد من قبيلة البلين، واحد من قبيلة التجري، واحد من قبيلة الحدارب، وقبيلة الساهو والكنامة والعفر، كل لهم لغاتهم. وحتى أخواننا برضو قبيلة الجبرتة، يعني لما يقعد هؤلاء اللغة التي توحدهم هي اللغة العربية، لأنه كل واحد إذا بدأ يتكلم بلسانه ما في أي لغة تفاهم ما موجودة. لكن كل هؤلاء يلجوا إلى اللغة العربية، لم يلجوا إلى اللغة العربية بقرار سياسي ولا قرار هناك، لا، لأنه هم مسلمين، وطالما هم مسلمين لهم علاقة بهذه اللغة، يعني تحدثوا بها، قرأوا بها القرآن، استمعوا بها للأحاديث النبوية، عرفوا من خلالها السيرة النبوية، ودرسوا التاريخ الإسلامي. ويكفي شرفا هذه اللغة أن تدخل بها الإسلام. لا يمكن أن تدخل الإسلام إلا أن تشهد، حتى لو كانت أيا كانت لغتك، لكن لا بد أن تنطق الشهادتين. لا بد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
وأن عيسى رسول الله، وهكذا إلى آخر. بالنسبة ل إذا كان واحد يعني كثيرا هسه أنا الناس اللي بيدخلوا بنسمعهم يقولوا أن عيسى رسول الله عبده ورسوله ويكملوا لنا. لكن حتى لو وقفنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد أن تنطق بها عربيا، لا بد تقول بالعربي ثم تلقن بعدين بلغتك، سواء كان أرماني ولا بلين ولا ساهو ولا نارا مثلا يعني. لكن المجتمع الإريتري لأن هي مجتمع، يعني هي لغة المجتمع، اللغة التي تسمعها وأنت طفل، وأنت حتى لما تولد في بيت مسلم أول شيء تسمعه هو الأذان، يؤذن لك في أذنك بشكل هنا. فاللغة العربية هي لغة التشكل بالنسبة، خلينا من التشكل الرحمي، نحن ما دارين، أنا لست متخصص، لكن هو الإنسان العلماء بيقولوا يعني يتكون عنده المفردات والقاموس اللغوي وهو داخل رحم أمه، فيتشبع ويأخذ بتلك المسائل. ولكن حتى عندما يولد يؤذن عليه ويؤذن عليه باللغة العربية. وهكذا اللغة العربية في إريتريا هي لغة جامعة شاملة، يعني هي لغة حتى دينية ولغة وطنية، وفي نفس الوقت حتى بالنسبة للأخوة المسيحيين، وأشرنا في التاريخ الذي تناولناه أن اللغة العربية كانت لغة الأديرة والكنائس. لكن الذي جرى في إريتريا استهدفت هذه اللغة العربية لأنه الاستهداف كان أبعد من اللغة، لشيطنة أو يعني لنشر أشياء غير واقعية في المجتمع الإريتري. وكان الاستهداف جزء منه هو الاستهداف للإسلام، وأن تخلق بون بين المسلمين وبين المسيحيين. هذه هي السياسة والمحصلة، أنه تخلق يعني مسافة، عدم تفاهم، وكأنه يعني لم يكن في المجتمع الإريتري أبدا في الفترات السابقة أنه ما كان يخطر ببال أي واحد يعني أنه اللغة العربية دي بتاعت المسلمين بس، حتى من الإخوة المسيحيين، إلا في السنوات الأخيرة، الفترة من الأربعينات وانت ماشي لحد هذا التاريخ. طبعا فترة طويلة، يعني فترة طويلة جدا جدا، واشتغلت فيها كل الأنظمة حتى أصبحنا اليوم يعني نتحدث في برنامج مع اللغة العربية في شبكة السلام الإعلامية. برضو حتى في الدول التي استقرت، يعني برضو كثير من الدول هذه اللغة وحدت أفكارها، وحدت رؤاها واختلافات الألسن فيها. ويكفي الإشارة إلى السودان. السودان حتى اللغة العربية هي يعني منذ عهد قريب، يعني قد لا يعني ما أقل من 100 سنة، إن السودان ده كان كله قبائل وشعوب تتحدث، إلى أن اهتدوا إنه أن يوحدوا الفكر واللسان السوداني، ليس كما يردده أولئك الشعبويون الذين عندهم مشكلة أصلا مع اللغة العربية وعندهم مشكلة مع الإسلام. أولئك الشعوبيون غير ذلك كثير من الناس يفهموا أنه اللغة العربية هي وحدت الوجدان السوداني، خلقت هذا الشخصية السودانية التي تعتز بتاريخها. ونفس الشيء بالنسبة لإريتريا. لكن طبعا في إريتريا يعني استهدفت هذه اللغة من كل المستعمرين، وخلقت هذا الواقع إلى أن أصبحت اللغة العربية اليوم يعني كأنه غريبة في ذلك المجتمع. وبالتالي عزيزي المشاهد، فإن الاهتمام باللغة العربية، ونحن نكرس عليه من خلال هذه الوسيلة الحديث عن اللغة العربية ومكانتها في المجتمع ولماذا وأهميتها، كل ذلك إذا أردنا أن نرسخ لهذه القيم وسنرى كثير من الحقائق يعني من خلال هذه اللغة عبر هذا البرنامج، يعني كيف لماذا استهدفت وكيف، ودورنا نحن شنو اليوم. ليس حديثا عن التاريخ، لكن نحن ماذا ينبغي أن نقوم به، وكيف يمكن أن نعيد المسائل إلى عهد سنراه في الحلقات القادمة. وبالتالي لكي نحقق ذلك لا بد أن يكون في تفاعل بين المرسل والمتلقي، بمعنى بيننا وبينكم مشاهدين الكرام والمشاهدات الفضليات، لأن هذا البرنامج
وكل البرامج الإعلامية تتوقف على التفاعلية وإبداء الرأي والمشاركة والدعم كذلك. أنا لا أخفي سرا إذا ما قلت إنه النوافذ العربية هي غير مدعومة من ناسا المتوجهة إليهم، بخلاف المراصد الثانية. وحقيقة يعني دون خجل نقولها، ولكن في نفس الوقت برضو مع الأسف الشديد يعني هذه مسألة ما كان ينبغي أن تكون يعني، وخاصة إذا ما أخذنا مثل هذا البرنامج وغيره والشبكة التي نطل عليكم من خلالها، يعني هذه يعني تدفعك مسؤوليات كبرى: المسؤولية الدينية، المسؤولية الوطنية، المسؤولية الثقافية، المسؤولية اللغوية، المسؤولية الإنسانية، أن تدعم مثل هذه الأفكار وهذه البرامج وهذه المراصد التي أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن يعني لا بد أن تعمل. وربنا قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مع العمل، والعمل لا يعني أن تعمل أنت لوحدك، لكن الشيء الموجود أعمل. ليس الحديث، نحن نتحدث كثير ما في شك، لكن في الجانب العملي وكذا ليس بذلك الشك. هذه الحلقة وهذا البرنامج نحن لا نطل من خلال هذا البرنامج مع اللغة العربية، لأنه ليس لأهداف طرفية وأهداف لا تعالج قضايانا الملحة، ومنها المسألة الثقافية اللغوية. المسألة الثقافية اللغوية هي مسألة ملحة ومسألة لا تقل أهمية، بل هي المسائل التي ينبغي أن تطرح في أولويات العمل حتى في العمل السياسي. ولذلك أنا أشرت أنه ما يميز شبكة سلام الإعلامية بشكل عام وهذا البرنامج يعني أن أهمية اللغة العربية ومكانتها في المجتمع الإريتري. وبالتالي عزيزي المشاهد، أنا أهمس مجددا وتعمدت يعني عزمت أن أتحدث عن هذه المسألة، ألا ننظر لهذا البرنامج كغيرها من البرامج، ألا ننظر لهذه الشبكة كغيرها من المراصد والشبكات الإعلامية، لأنه هنا المسألة هي مزدوجة، يعني مسائل أو يعني فيها أكثر من مهام وأكثر من مسؤولية. يحتم عليك الواجب الديني أن تتفاعل مع برامج هذه الشبكة. وأنا لا أقول يعني إنه بس خصما خلونا هنا تفاعلوا معنا هنا وتعاونوا معنا هنا وادعمونا، لكن أدعمونا وتعاونوا معنا في كل المراصد التي نعمل بها. أنا ما داير أعدد المراصد، المشاهد الكريم هو فاهم. وبشكل عام كل النوافذ العربية أنت مسؤولية مباشرة أمام الله والوطن أن تدعم عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أي نافذة عربية تطل عليه، حتى لو لم تكن تلك التي تحقق أهدافك، إلا أن تكون هي خارج الخط الوطني وخارج ما تؤمن به أنت. إذا كنت مسلم مثلا، أنت يعني بتهدم أفكارك الأساسية ورؤاك ومبادئك في القيم الدينية وما إلى ذلك. هذه لا ندعو، يعني نحن ندعوك إلى الحسنى وندعو إلى الخير وندعو إلى الصلاح والسلام. ما لم تكن منحرفة ذلك الانحراف خارج الملة وفي نفس الوقت هي برضو ليست وطنية، هنا نعم نقف معك، نوافقك أن تقف هذه الوقفة وهذه السلبية التي نراها في كثير من إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات للمراصد والبرامج العربية. لكن إذا هي تتماهى معك في الخط العام وفي نفس الوقت يعني تحقق شيئا مما يأمرك به الدين وتأمرك به الأخلاق والقيم النبيلة، فمسؤولية دعمها مسؤولية كبرى، والله سبحانه وتعالى سائلك يعني. والأقوام عزيز المشاهد كما يقال لا تعطف على ساغط في الطريق، يعني أنت لابد أن تتفاعل وتكون بذات الحدث وذات القدر. تفاعل مع المراصد، تفاعل مع النوافذ التي تتحدث معك بلغتك العربية، وينبغي دعمها ماديا وفكريا، وأدعمها كمان بالأفكار، وأدعمها حتى لوجستيا. يعني ليس عيبا أن تقول لإنسان مثلا يعني يا أخي نساعدك بشنو، يعني ما فيها عيب يعني.
وكثير من الزملاء أنا بعرف المراصد العربية هذه والله كتار واحدين بيشتغلوا من جيوبهم. ودعكم من تلك يعني البكائيات التي لا فائدة من ورائها، وأحيانا كمان يعني اتهام الناس بالزور والباطل وكده، برضو ده ما كويس. لأنه المسؤولية المشتركة تحتمها عليك واقعك الذي تعيشه، واحد منه واقع اللغة العربية في إريتريا، سواء كان في الداخل أو في الخارج، ونحن سنأتي بالتفصيل في حلقاتنا القادمات. ولذلك أنا أدعو بشكل عام أن تدعموا هذا البرنامج، أدعموه بآرائكم ومشاركاتكم، وأدعموا شبكة السلام بشكل عام بآرائكم ومساهماتكم وبأفكاركم وبأموالكم. يعني من يمتلك الإعلام يمتلك القوة في هذه الدنيا. ونحن حدث ولا حرج متحدثين باللغة العربية في إريتريا لا نملك وسيلة إعلامية إلا ما ندر. ولو سألت كل المراصد التي تعمل وبالذات في الجانب اللغة العربية، يعني قد يشيب لها الولدان إذا عرفت هم في أجواء بيشتغلوا. وبالتالي أنا أدعو مرة ومرة وثانية وثالثة تفاعل الجمهور مع تلك المراصد، واجب وطني، واجب أخلاقي، واجب ديني في المقام الأول. ومن هنا أن خصوصية هذا البرنامج سيعالج دوما الأفكار التي تعنى باللغة العربية في المجتمع الإريتري. سيتحدث عن اللغة العربية ومكانتها في الإسلام ودورها في التنوير وزيادة المعرفة. عزيزي المشاهد، هذا ما وددت أن أهمس بكم أو في آذانكم، ليس همسا ولكنه حديث مباشر. لحظات مشاهدينا الكرام، فكونوا معنا، سنختتم هذه الحلقة بشيء بالحديث عن شيء من اللغة العربية. ربما تكون قصيدة، ربما تكون أشياء في القواعد، ربما يكون حديث بين هذا وذاك. فكونوا معنا مع برنامج مع اللغة العربية وشبكة سلام الذي يأتيكم دوما أسبوعيا في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. آمل سيداتي سادتي أن تفيدونا بآرائكم. لحظات ونعود إليكم مرة ثانية في برنامج مع اللغة العربية. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، بقيت لنا دقائق لاختتام هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. وقد ارتأيت في هذه الحلقة أن نقدم من طرائف هذه اللغة ومن الأشياء التي يعني طرف علماء وما إلى ذلك، وأيضا لتذكير أشياء بأشياء. قديما أنا وقفت على يعني كتابة، قطعة صغيرة كده يعني، فهي راسخة في الذهن وتتحدث ما جرى بين أبي الأسود الدؤلي وأعرابي. يعني أبو الأسد الدؤلي، أول خلونا نتحدث عنه بشكل موجز. تقول السيرة الذاتية له: يعد أبو الأسود الدؤلي واضع علم النحو بحسب ما ورد في قاموس التراجم، كما يعتبر فقيها وأميرا وشاعرا. وما أعتقد أن القصة التي سأحكيها أنها تتوافق مع أمير وفقيه وشاعر، ولكن القصة تقول أنه مر أعرابي بأبي الأسود الدؤلي وهو يأكل. وقد تكون المسألة معكوسة، ربما مر أبو الأسود الدؤلي بأعرابي، يعني أنا أميل إلى هذا، لكن لأننا نتحدث من حاجة يعني قراءة قديمة جدا جدا. ولكن أعتقد أن أبو الأسد الدؤلي مر بذلك الأعرابي وهو عالم نحوي. فكان ذلك الأعرابي يأكل، وأراد أبو الأسود الدؤلي أن يتحدث معه، حتى ما يقول له تفضل كل وما إلى ذلك.
ولم يوصف العرب بالبخل ولكن وصفوا بالكرم. وأستاذنا فراج الطيب رحمة الله عليه في صالونه بأبي روف كان يقول لنا دوما هناك خصلتان إذا ما توفرت إحداهما فإن الأخرى لا يمكن أن تتوفر. خصلتان لا تتوفران عند رجل واحد أو عند نفس واحدة، اللي هو الكرم والبخل. فإذا وجدت رجلا كريما كان يقول تأكد أن هذا الرجل الكريم هو رجل شجاع، رجل وفي، رجل مخلص، رجل أمين، رجل مقدام، رجل فيه الحكمة، رجل يعني الكرم هي جمع خصال كثيرة من الخصال الحميدة. وعلى النقيض من ذلك إذا وجدت رجلا بخيلا تأكد أنه رجل جبان، رجل خائن للأمانة، رجل منافق. المهم تجتمع فيه كثير من الصفات غير الحميدة عند البخيل. ولأن الأعراب كانوا كرماء ولذلك لا يمكن أن يجتمع الكرم والبخل في شخص واحد، ولكن ما هي نفس بشرية في النهاية. ولذلك في التعريف لأبي الأسود الدؤلي نكمل، وسأحكي لكم القصة التي قرأتها قبل سنين. وكان الدؤلي قاضيا في عهد سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما، واستمر كذلك في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين. وكذلك كان كاتبا أبو الأسود الدؤلي في مدينة البصرة بالعراق التي كان يسكن بها. وكان أمير البصرة آنذاك عبد الله بن عباس، فولى ابن عباس الدؤلية القضاء فيها. وعندما انتقل إلى مدينة الحجاز جعل خلافة الإمارة في البصرة بيد الدؤلي، فأقرها علي بن أبي طالب له وأصبح أميرا على البصرة. المهم نعود إلى تلك القصة. وحتى لو لم تكن مع أبي الأسود الدؤلي، ولكن أعرابي وأعرابي أراد أن يفتح معه حديثا، وذلك الأعرابي استمر ويرد عليه بكلام فصيح، ولم يحقق ذلك الأعرابي الذي بدأ الحديث غايته وهو أن يدعوه. فكان ذلك الأعرابي يأكل طعاما، فأراد الأعرابي أن يحدثه بحديث فيه شيء حتى ما يقول له تفضل. فقال له مررت بأهلك، فرد عليه كذلك كان طريقك. فقال له امرأتك حبلى، رد عليه الأعرابي قال له كذلك كان عهدي بها. فواصل يقول له ولدت غلامين، رد عليه كذلك كانت أمها. قال له مات أحدهما، رد عليه لم تقوى على إرضاع اثنين. فقال له ومات الآخر، أي لحق بأخيه. قال له ما كان له أن يبقى بعد موت أخيه. ثم قال له في الأخير ما أحلى وألذ طعامك يا أعرابي. فرد عليه لأجل هذا أكلته وحدي ووالله لن تتذوقه يا أعرابي. هذه فصاحة اللغة العربية الجميلة. وطبعا في أشياء كثيرة جدا جدا، إلى درجة أنه برضو في ناس كانوا يستشهدوا، ونحن حنجيب يعني كيف امرأة ورجل يتحاورون وردودهم كلها من القرآن الكريم أو من الأحاديث أو شيء مما حفظه العرب. وسنتحدث كذلك عن المعلقات وكل ذلك في إشارات أخيرة. ولكن
معظم أوقات البرنامج أو دقائق هذا البرنامج ستكون في جانب من جوانب اللغة العربية ربطا بالواقع الإريتري. وطبعا في حديثنا سيكون شيء بين السياسة والثقافة، لأنه شئنا أم أبينا هي السياسة التي فرضت على اللغة العربية في إريتريا أن تكون في هذا الموقع. ولولا السياسة لما كان واقع اللغة العربية، ولما تحدثنا عبر شبكة سلام عن هكذا مواضيع وهكذا أشياء، كنا سنتحدث عن أشياء أخرى. في الأخير أقول لكم مشاهدينا الكرام، لا تبخلوا علينا بآرائكم واقتراحاتكم ومساهماتكم ومشاركاتكم. راسلوا الشبكة على عنوانها المعروف شبكة سلام الإعلامية. وإذا أردتم أن تتواصلوا معي مباشرة، اكتبوا إلى برنامج مع اللغة العربية، سواء كان أرسلوه إلى شبكة سلام أو يمكنكم الإرسال على عنواني مثلا من باللغة العربية في إريتريا، ويطرحوا آراءهم وأفكارهم، ونحن على استعداد للحديث معكم وتطوير أفكار هذا البرنامج. كانت هذه الحلقة الخامسة مشاهدي الكريم، وتحدثنا فيها عن العلاقة التي ينبغي أن تكون بيننا وبينكم كمشاهدين بهدف إنجاح هذا البرنامج وغيرها من البرامج، العلاقة النموذجية بين المرسل والمتلقي. أتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، تحياتي من فريق العمل في شبكة السلام الإعلامية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يسجل هذه الحلقة وأنتم كمشاهدين الكرام في سجل وميزان حسناتكم، لأنه الاستماع إلى اللغة، الحديث عن اللغة، الحديث عن مشكلات اللغة وأهدافها وما إلى ذلك فيه الأجر وفيه لأنه يربطك بشكل أو آخر بدينك وبثقافتك وبرسالتك وبوجودك في هذه الدنيا. تحياتي لكم أحمد شريف من شبكة سلام الإعلامية مع فريق العمل. ألتقيكم في الحلقة السادسة من هذا البرنامج. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.